كيف ما وعدتكم في الحساب ديالي على الانستغرام وقلت لكم بانني غادي نشرح لكم طريقه انكم ديروا واحد الاعلان ممول سواء في الفيسبوك او لا في الانستغرام. انا غادي نختاروا الفيسبوك لانه الاسهل في الشرح وكل شيء غادي يفهم، راه نفس الطريقه اللي غنشرحوها هنا كتنطبق على الانستغرام. بعد ما غادي تدخل الحساب ديالك على الفيسبوك وغادي تنشأ واحد الصفحه اللي غادي تكون احترافيه. طريقه انشاء صفحه احترافيه راه ساهل بزاف وما فيه حتى شي تعقيد. بعد ما غادي تدخل كيف ما قلت لك غتدخل الحساب ديالك او الصفحه ديالك على الفيسبوك، غادي تمشي مباشره لاي منشور عندك على الفيسبوك وغادي تضغط على ترويج مقطع ريل او ترويج مثلا صوره او اي حاجه بغيتي دير لها ترويج او دير لها الاعلان ديالها الخاص بطبيعه الحال. كاين عندنا مركز الاعلانات هنا، كاين عندنا انشاء اعلانات الى اخره. غادي نحاولوا نضغطوا على انشاء اعلانات. انا حاولت انني نرد الصفحه ديالي على الفيسبوك باللغه العربيه لكي تعم الفائده وكل شيء يستافد. فانا شخصيا كنستعمل اي حاجه كنستعملها باللغه الانجليزيه كتجيني اسهل، لان اللغه العربيه في بعض المرات كيكون ترجمات كتكون يعني ماشي صحيحه. فنضغطوا على انشاء اعلانات. هنا فاش ضغطنا على انشاء اعلانات مباشره غادي يعطينا اننا نقوم بواحد الاعلان للصفحه ديالنا كامله. فهنا كيف ما قلت لكم تحاولوا انكم تختاروا اي منشور وتحاولوا انكم يعني ديروا ليه الاعلان ديالو الممول. فقبل ضروري خاص يكون عندك واحد البطاقه بنكيه اللي غادي تخلص بها الاعلان ديالك، او اللي يكون عندك حساب على الباي بال باش انك تقدر تخلص الاعلان ديالك. فاول خطوه غادي نمشيو للهدف، غادي نضغطوا على تغيير. هنا كيعطينا واحد المجموعه ديال الامور اللي بغيتها انا في هذا الاعلان. واش بغيت انني نجيب متابعين للحساب ديالي او للصفحه ديالي، بغيت نجيب مشاهدات، بغيت نجيب بزاف ديال الامور. مثلا بغيت نتلقى فقط الرسائل مثلا على الماسنجر، او لو بغيت نتلقى مكالمات، او بغيت نتلقى مثلا يعني زيارات للكتالوج ديالي مثلا، او نزيد مبيعات الى اخره على المنتوجات ديالي الى اخره. فهنا كيعطيك مجموعه ديال الامور وكتختار انت اشنو بغيتي. مثلا غادي نقول لي انا بغيت نزيد يعني المتابعين للصفحه ديالي. الا كان عندك مثلا منتوج كتروج لي او منتوج كتبيعه الى اخره، تحاول انك تختار يعني اي وحده عندها علاقه بالمنتوجات هنا كيف ما كتلاحظ. فغادي نحاول انني نختار مثلا زياده المتابعين. غادي ننزل لتحت وغادي ندير حفظ، وهنا غادي ننزل لتحت، وهنا غادي تكتب مثلا هذاك المنشور او رساله او يعني يعني شي نص اللي غادي تستخدمه في هذاك الاعلان ديالك. هنا غادي تختار الصوره اللي بغيتي يعني تروج لها الى اخره. هنا راه عطيك التسميه ديال الزر اللي غيكون متابعه الى اخره. غادي ننزلوا لتحت وغادي نمشيو مباشره للجمهور باش اننا نختاروا الجمهور اللي بغينا حنا. غادي نضغطوا على يعني تعديل، نضغطوا عليها من هنا وغادي نختاروا الفئه اللي بغينا نستهدفوا. واش بغينا نختاروا غير الرجال او للنساء؟ هنا بالنسبه للناس اللي كيبيعوا المنتجات غادي تختار مثلا المنتوج ديالك كيستهدف فقط غير الرجال، غادي تختار غير الرجال هنا. او الا كان المنتوج ديالك كيستهدف فقط غير النساء راه غادي تضغط على النساء. اما الا كان المنتوج ديالك كيستهدف يعني الجنسين فغادي تختار الكل. بالنسبه للفئه العمريه عندك من 18 حتى ل 65 سنه. انا بغيت فقط غير من 18 حتى ل 40 سنه او ل 30 سنه مثلا الى اخره. فهنايا غادي ننزل لتحت. هنا غادي تختار الموقع ديالك مثلا المغرب، الدار البيضاء الى اخره، يعني تحط واحد المنطقه معينه. بالنسبه لهنا للاستهداف التفصيلي الا ضغطنا عليها غادي يعطيك مجموعه ديال الامور يعني اللي كتكون دقيقه. بغيتي مثلا استهداف يكون خاص يعني بمناسبات شخصيه، الاباء، العلاقات او العلاقه، العمل، مثلا الاهتمامات ديال الناس مثلا شنو الاهتمام ديالهم الى اخره، والسلوكيات يعني الانطباع ديالهم كيفاش كيتعاملوا كذا الى اخره من هذه الامور. يعني نخليك انك تقراها باش تزيد تفهمها. دونك انا غادي نحاول انني نتجاوزها باش ما نطولش في الفيديو. بعد ما غادي نختار كيف ما قلت لكم الفئه المستهدفه الرجال او النساء الى اخره، غادي ندير حفظ الجمهور. غادي ننزلوا لتحت. بالنسبه للمده ديال الاعلان يا اما تنختار انا المده او لا كنخليه انه يبقى يعني مشغل حتى كنوقفوا انا بشكل يدوي. فهنا نقدر نختار ليه التاريخ، نقول ليه مثلا فقط يعني تختار لي مثلا 4 ايام. يعني 4 ايام هي اقل حاجه اللي كتكون احسن. فهنا نختار الايام، وهنايا راه كتختار التاريخ ديال الانتهاء يعني المده اللي غادي يسالي فيها الاعلان بطبيعه الحال. وهنا راه كيعطيك يعني المبلغ اللي غادي تخلص بالاورو وليس يعني ماشي بالدولار. فهنايا مثلا كتختار الميزانيه اللي بغيتي. فلاحظ معايا راه كل ما كتزيد الميزانيه
كل ما كيزيد مرات ظهور الاعلان، يعني المره فين يعني شحال العدد اللي كيظهر فيه الاعلان بطبيعه الحال. فمثلا لاحظوا معايا غندير الا درت مثلا $2، فلاحظ معايا عندي 3000 ويعني 3400 الف تقريبا، كيوصل حتى ل 6000 حتى ل 8000 يعني الف مرات الظهور، ويقدر يجيب لك واحد عدد ديال المتابعين لا باس به. فهذا المبلغ غادي يبدا يتقطع بشكل يومي لمده 4 ايام. يعني الا ضربتي 4 في 2 راه غادي تعطيك واحد المبلغ اللي هو هذا هو الاجمالي ديالو بطبيعه الحال، اللي غادي تخلصوا انت في هذا الاعلان. فهنا بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم خاصكم ضروري تختار وسيله الدفع، سواء عن طريق الباي بال، انا رابط يعني مباشره رابط الباي بال ديالي، او عن طريق البطاقه البنكيه. فاذا ضغطنا على تغيير هنا راه غادي يعطيني يا اما نخلص عن طريق البطاقه البنكيه او عن طريق الباي بال. فهنا الا كانت عندك بطاقه الائتمان او يعني البطاقه البنكيه، فكتضغط هنا كدير التالي وكتدخل معلومات البطاقه البنكيه عفوا، يعني الاسم يعني اللي كاين في البطاقه كتضغط تكتبوه هنايا، وهنا رقم البطاقه البنكيه، الشهر والسنه ديال الانتهاء ديال البطاقه البنكيه، وهذا الرمز اللي هو ضروري. هذا الرمز راه كيكون عندك، كيكون رمز شخصي كتكتبوه هنايا باش كيتعرف على البطاقه، وكيبين او لا كتبين بان البطاقه راه يعني فعاله وانها راه خدامه، وكتضغط على حفظ. ومباشره يعني فاش كدير نشر، فاش كتضغط على نشر مباشره كيبدا الاقتطاع ديال المبلغ، وكيبدا الاعلان كيبدا خدام الى اخره. هنايا راه ما عطانيش لانه موقفين لي الاعلانات، لانه كيتسالوني واحد المبلغ. يعني حاليا الباي بال ديالي عندي مصفر يعني صفر، راه ما عنديش فيه شي حاجه الى اخره. فهذه هي الطريقه البسيطه والسهله لاي شخص مبتدئ باغي يبدا الاعلانات المموله في الفيسبوك الى اخره. فهي طريقه بسيطه وسهله، ما نبغيش ندخل معكم في تفاصيل اخرى. يعني الا دخلت تفاصيل اخرى راه اغلب فيكم التركيز ديالو غادي يتشتت وما غاديش يفهم بزاف ديال الامور. مثلا نعطيكم مثال، مثلا ملي غادي دير واحد الاعلان غادي تختار فيه مثلا 15 يوم، فغادي يبدا يتقطعوا لك مبالغ اللي هي كبيره. كيفاش انت غادي تحاول ان دوك المبالغ تقللها بشكل يومي الى اخره؟ فهذه امور اخرى ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا على فيديو مفصل باذن الله. فإذا كان عندكم اي تساؤل او اي استفسار حاولوا تكتبوا لي اسفل هذا الفيديو هذا. فما تنسوش معكم الحساب ديالي على الانستغرام، ديروا لي فولو متابعه باش يوصلكم اي جديد، وخليكم ديما متابعيني لانه كندير جديد ان شاء الله، يعني بفيديوهات في الانستغرام وحتى الفيسبوك على الصفحه. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الصفحه الرسميه الخاصه بي اللي كنحط فيها اي حاجه عندها بمواضيع عامه، عندها علاقه بالاي اي، عندها علاقه بزاف ديال الامور نخليكم تكتشفوها بطبيعه الحال بنفسكم.